ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ طبعا الفيديو النهارده مفيش مقدمه، مفيش اي حاجه، بس زي ما انتم شايفين ان معظم اللاعبين طلع لهم الصوره دي اللي بتقول لك ان انت اصلا ما لعبتش ولا يوم في هامستر. يعني انت لاعب بقالك 3 شهور او بالظبط 100 يوم وفوق ال 100 يوم كمان، في الاخر يقول لك انت ما لعبتش ولا يوم، وتتفاجئ بعدها لما تخش على خانه الايردروب بعد ما ربطت محفظتك اللي تلاقيه بيقول لك انت غير مؤهل للايردروب والعب بعد السيزون القادم. هو تقريبا ما يعرفش اللي ولا انا ولا غيري هنخش السيزون القادم اساسا، ولا بعدل ولا من غيره. احنا من اول البوت كنا ماشيين اساسا من غير مفاتيح، من قبل ما المفاتيح اصلا دي تنزل واحنا ماشيين بنرقي الكروت وبنعلي الربح بالساعه، وكانت الامور ماشيه تمام. نزلت لنا مفاتيح وعايزين نلعب اللعبه فوق ال5 ساعات في اليوم تقريبا عشان بس نقعد نجمع ال4 مفاتيح، وكل اللعبه فيها تقريبا يجي 1000 اعلان. مين فاضي يشوف 1000 اعلان في كل لعبه؟ وكل اللعب اصلا بايخه ومعفنه، يعني يا ريتها كمان لعب عدله. ما هو انت لو كنت حطيت المفاتيح فيها بامر سهل ما كانش حد يستخدم البوتات اللي بره. وغير كده انت ليه تحرمني من الايردروب كله؟ ليه ما تشيلش نسبه المفاتيح اللي انت بتقول علينا ان احنا شيتنج از باد؟ ليه ما تشيلش نسبه المفاتيح بس؟ لان المفاتيح كانت هتبقى نسبه من 20 نسبه تقريبا، فلو شلتها خالص مش هتاثر برضه علينا. ليه تخلي واحد يسيب شغله ويقعد يشتغل في هامستر ويوصل 10 مليون ربح في الساعه وفي الاخر تحرمه من الايردروب؟ ليه كده؟ والله ما حد هيخش سيزون تاني اساسا ولا تالت لو فيه، وهيبقى اوسخ بوت عدى في تاريخ التليجرام كله لما يبقى 99% من الناس مش هياخدوا الايردروب. امال مين اللي هياخده؟ مين؟ طيب خلاص انت اتعاملنا ان احنا بنغش صح كده؟ طب بالنسبه للناس اللي كانت بتغش وما خدتوش اساسا ده ايه نظامها؟ لما واحد يطلع يقول لك في اخشيناهم فهم لا يبصرون انا كنت بستخدم بوت المفاتيح وجبت 600 مفتاح وما خدتش الانجاز، ده يبقى اسمه ايه بقى؟ انا مش فاهم. ما انت لو عايز عدل امال ده غاب عن انظاركم ازاي بقى؟ لكن اللي حصل ده مهزله، وانا بقسم بالله محدش هيروح على الايردروب الاولاني وهيخش في ايردروب تاني، وانا بقسم بالله. عامه البوت لو ما نزلش باي تحديث الفتره الجايه على الاقل يشيل نسبه المفاتيح، فالبوت ده 100% سكام وبوت نصاب وبوت مش عارف اساسا يامن نفسه، وبدل ما يعمل سيستم قوي يحمي نفسه لا بيعاقب اللاعبين. طب ما تعاقب الناس اللي كانت شغاله عندك، ما تعاقب الخوارزميات اللي انت عاملها غلط. ليه تعاقبنا احنا؟ عايز تعاقبني شيل نسبه المفاتيح لكن ما تشيلش الايردروب كله. وغير كل الكلام ده كنت المفروض لما تنزل مفاتيح من البدايه وعارف ان انت نظامك فاشل مش عارف يامن المفاتيح كنت عرفني من البدايه ان لو حصل اي غش هتدي بان، مش جاي تعرفني وقت الايردروب وتقول لي مالكش ايردروب. عرفني من البدايه على الاقل مش هستخدم المفاتيح خالص. مش عايز العب يا عم ولا لعبه براحتي، اديني على قد نسبتي الربح في الساعه، اديني على قد انجازاتي. عرفني من البدايه وفهمني الدنيا، مش تسيبني على عمايه لحد الايردروب. عامه يا جماعه خلاص الكلام، لو هامستر ما طلعش عند الوضع دون محدش هيكمل السيزون الثاني، وحسب الله ونعم الوكيل فيهم كلهم. اخر التحديثات ان شاء الله هتبقى على قناتنا في التليجرام، يا ريت تنورنا فيها عشان كلنا بنتناقش هناك وهينزل عليها اخر التطورات. والسلام عليكم.